جاي احكي لكم النهارده عن شركة دفعت آلاف الدولارات عشان تقنع الناس ما يشتروش منتجاتها. القصة دي مش قصة براند، القصة دي عن ليه قرارات ممكن تنقذ براند وقرارات تانية تدمره. في 2011 وتحديدا يوم البلاك فرايداي، باتاجونيا نشرت إعلان في نيويورك تايمز وبيقول Don't buy this jacket. وقت كل الشركات بتتنافس فيه على مين يبيع أكتر، باتاجونيا عملت إعلان بتقول فيه للناس ما تشتريش الجاكيت ده إلا لو كنت محتاجه فعلا. وبمجرد ما الإعلان نزل الدنيا اتقلبت وردود الأفعال انقسمت لاتنين. الماركترز قالوا إنه إعلان عبقري، وإزاي باتاجونيا قدرت تستخدم علم النفس العكسي وتستغل مبدأ الممنوع مرغوب بالشكل ده. لكن البيزنس اونرز قالوا بروباجندا رخيصة، وإنهم بيعملوا كده عشان يبيعوا أكتر تحت مسمى حماية البيئة. إزاي شركة هتدفع 57,000 دولار عشان تقول للناس ما تشتريش منتجها؟ الغريب إن الإعلان عمل ضجة عالمية عملاقة. برامج التلفزيون ومجلات التسويق كلهم كانوا بيتكلموا عن مدى جراءة الإعلان، حتى إن الجامعات بدأت تدرسه. وده كسب باتاجونيا حوالي 40 ل 50 مليون دولار من الدعاية المجانية. أول مرة شفت الإعلان افتكرت إن سبب نجاحه هو عبقرية التسويق، لكن لما دورت أكتر اكتشفت إن عبقرية الإعلان ما كانش سبب نجاحه، وإن مصداقية البراند هي اللي نجحت الإعلان. لأن باتاجونيا ما قالتلكش ما تشتريش وسابتك ومشي، هي عرضت لك البديل وقالت لك تعالى هنصلح لك القديم وببلاش. باتاجونيا كانت بتحمي معتقد، ما كانتش بتبيع جاكيت. وده الفرق بين براند عنده تاريخ حقيقي من المصداقية وبراند تاني بيدعي الصدق. قولي بقى، لو البراند اللي بتحبه عمل حملة إعلانية عن حاجة ضد مصلحة، هتصدقه ولا هتقول إنها بروباجندا؟